خذ الذكر الثاني، الاستغفار يا أحبة. ما في أحد يمكن منا الآن يسمعني إلا ربما أصابه هم، أصابه ضيق، يتمنى الرزق، يتمنى الذرية، يبغى الله سبحانه وتعالى يحقق له ما يريد. وينك عن الاستغفار؟ لسانك رطبه بالاستغفار. بعض الناس يشكي للناس وما عمره يوم من الأيام نزل هذه الجبهة لله وأطال في السجود وبث أحزانه إلى الله سبحانه وتعالى. والله سجدة واحدة طويلة تخرج من قلبك كل شيء لله، الله سبحانه وتعالى يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، بل الله يفتح لك الرزق اللي ما له حد ولا عد. قادر الله سبحانه وتعالى. لكن مشكلتنا انه ايش؟ نتوجه للخلق وما توجهنا للخالق سبحانه وتعالى. نوح عليه السلام نبي من الانبياء. نوح ماذا اوصى قومه؟ نوح عليه السلام اوصى قومه بهذا الذكر العظيم. قال الله عن نوح: فقلت استغفروا ربكم. نوح عليه السلام الآن يقول لقومه: يا قوم استغفروا الله. كأنه هنا رجل من أهل، يعني من الناس اللي يسمعون لنوح، يقول: يا نوح إذا استغفرنا الله فما لنا؟ فماذا قال الله؟ اسمع ماذا أعد الله للمستغفرين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أول ثمرة تكسبها من الاستغفار إن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبك. بالله ما أنت محتاج إن الله يغفر ذنوبك، والله كلنا محتاجين إن الله يغفر ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. فقط لا، اسمع الثمرة الثانية والثالثة والرابعة: يرسل السماء عليكم مدرارا، ينزل الله علينا الأمطار، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله أكبر. لما تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لما تعترف إلى الله بذنوبك وخطاياك، لما تنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى وتعترف إلى الله بذنوبك. ليه؟ لأن الذنوب من أعظم أسباب محق البركة، لأن الذنوب من أعظم أسباب تعسير الأمور، لأن الذنوب من أعظم أسباب حرمان الرزق.